المرجو منك التعليق والإعجاب والاشتراك. توقفت مفاوضات انتقال عبد الله أوزان نجم منتخب المغرب تحت 17 عاما إلى ريال مدريد بشكل مفاجئ رغم اقتراب إتمام الصفقة. اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا تحت 17 عاما كان في مدريد منذ أيام لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع، لكن تقارير صحيفة آس تحدثت عن مشكلة غير متوقعة ربما تتعلق بالفحص الطبي دون تأكيد رسمي. وكالة اللاعب أكدت أن القرار النهائي سيتخذ الخميس، وفي حال عدم إتمام الصفقة مع ريال مدريد سيتم النظر في عروض أخرى. من جهته أشار النادي الملكي إلى أن الصفقة ليست محسومة بعد. أوزان الملقب بجوهرة أياكس يتميز بمهارات فنية عالية، وسجل الموسم الماضي 29 هدفاً وصنع 10، وقد رفض توقيع عقده الاحترافي مع أياكس مطلع العام، مفضلاً عروضاً من كبار أوروبا أبرزهم ريال مدريد، باريس سان جيرمان وبرشلونة. يسير نادي روما الإيطالي بخطى ثابتة نحو تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث توصل لاتفاق شفهي مع نادي لانس الفرنسي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي البالغ من العمر 24 عاماً. وبحسب ما أوردته منصة كالتشيو ميركاتو، فإن صفقة انتقال العيناوي جاءت بعد فشل روما في ضم لاعب بالميراث ريتشارد ريوس رغم تقديمه عرضاً وصل إلى 30 مليون يورو شاملة المكافآت، وهو ما رفضه النادي البرازيلي الذي طالب بالحصول على المبلغ كاملا دون أي متغيرات، ما أدى إلى انهيار المفاوضات وإثارة استياء إدارة الجيلوروسي. يذكر أن نادي روما يواصل العمل على تدعيم تشكيلته للموسم الجديد، إذ حصل على موافقة إيفان فيرجسون مهاجم برايتون للانضمام إلى الفريق، كما توصل إلى اتفاق مع ويسلي لاعب فلامينغو البرازيلي لتدعيم خط الهجوم. عاد مسؤولو الدوري السعودي لمحاولة التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، مستغلين عدم توقيعه حتى الآن على عقده الجديد مع النادي. رغم ارتباطه بتجديد عقده، فإن الصحفي بن جاكوبز أكد أن اللاعب لم يحسم موقفه بعد، مما أعاد فتح باب المفاوضات. العرض السعودي يبلغ 350 مليون يورو، وهو رقم قياسي سيتجاوز صفقة نيمار الشهيرة، وسيحصل فينيسيوس على راتب ضخم قد يصل إلى مليار يورو خلال 5 سنوات بما في ذلك الحوافز. ويعد نادي أهلي جدة الأقرب لضمه في ظل رغبة الدوري السعودي في جلب نجم من الصف الأول، أسوة بضم الهلال لنيمار والنصر لرونالدو والاتحاد لبنزيما. فينيسيوس يواجه انتقادات من جماهير الريال عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، لكن رغم ذلك توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024. وإذا جدد عقده مع الريال قد تؤجل المحاولة السعودية حتى موسم 2027-2028.